دور بقى علي الحجار في حياتك؟ بعدين علي الحجار بالنسبه لي اللي طبقات هو صوته بقى كمان. انت مش معانا على الكوكب. يعني اه. انت ما تقنع. انا اخر مره قاعد فيها مع بابا قلت له بابا انا نفسي اعرف اجابه السؤال ده، انت كام اوكتاف؟ قلت له انت اكيد عارف الاجابه دي. قال لي اه طبعا عارف. قلت له انت كام اوكتاف؟ قال لي 3 اوكتاف. فانا فضلت قاعد متنح كده اللي هو اه، كام؟ والبيز كمان هو ما شاء علي الله. كمان بقى صوته عريض جدا. فانا بالنسبه لي انا شايف قدامي حاجه لم تتكرر ولن تتكرر، وابويا بس. فانت ادمج انت الاثنين يعني احنا ساعه فرح اخويا، فالمفروض ان احنا بنعمل له اغنيه. اوكي، وانا افشل واحد في اخواتي في الغنى الشرقي. فكل واحد فينا غنى كوبليه، ببابا باحمد حتى بكل حاجه، وفضل انا. فانا قاعد في الاستوديو قاعدين بنحاول نظبط النوته. نور قول النوته صح. بابا بحاول قول النوته صح. المهم اخر ما تعب مني فراح متعصب شويه كده بهزاره، قال لي يا ابني انت النوته صح. قلت له ما انت بابا ركن لي خالص على جنب، ان انت ابويا، انت علي الحجار اللي انا بغني قدامه، فانت بتهزر. اه اه فلا هو مش طبيعي، هو بجد مش طبيعي.